السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات متتبعاتي الغاليات، نرحب بكم، مرحب بالمشاهدين مشاهدة جداد، ونقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة، حاجة اقتصادية سهلة وسريعة. نتمنى كاع تنال اعجابكم وتجربوها وتخلوا لنا كومونتير جباب. الوغ بالنسبة للوصفة تاع اليوم كما راكم تشوفوا في المكونات ولا المقادير اللي غادي نديروهم في الكراتان تاعنا كما شفتوا في اول فيديو. الوغ بالنسبة للجلبانة كنت طيبتها من قبل مع شوية تاع بصل وطرف تاع الدجاج، ودرت لها فلفل اسود، شويه ملح، شويه سكينجبير، شويه زعفران، وخليتها تقلى مليح مليح مليح، ودرت لها شويه تاع الماء، مرقتها بالماء وخليتها تعقد. الوغ بالنسبه للبطاطا قطعتها بتيدي قطع صغيره، وهذا المرقه قلعتها من الجلبان كما راكم تشوفوا. ما غادي نزيد لها لا لي زيبيس لا والو، ما غادي نزيد لها حتى حاجه. الوغ كما راكم تشوفوا تاني وفرماج الفرماج تاعي فرماج غابي تاني موجود. نجيبوا البلاط تاعنا، بالنسبه للمقادير ولا الكميه اللي غادي نستعملها تكفي 4 ل 5 افراد. الا بغيتي تضاعفي الكميه ولا البلاط تاعك شويه كبير ضاعفي الكميه، هذيك هي. الوغ البنات نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتخلوا لنا كومونتير شباب، يعني حاجه اقتصاديه سهله وسريعه، بما انه شهر رمضان، شهر رمضان مبارك، ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا والعافيه. وراه بزاف الوصفات، كل يوم تحيي ريشه ديري ريشه توجدي. اليوم جبت لكم وصفه يعني اقتصاديه سهله وسريعه، يعني وتوجد في وقت قصير وتجي بنينه بزاف. الوغ كما راكم تشوفوا جبت البلاط تاعي ودهنته بالزبده كما راكم تشوفوا. الطبقه الاولى درتها تاع بطاطا مقليه، تبغي تقطعيها بتيدي ولا تقطعيها طويله كيما يعني الاختياريه اختياري، تبقي نتيا ولا الشوا تاعك. الوغ هذه هي الطبقه الاولى، درت البطاطا. والطبقه الثانيه درت الجلبان كما راكم تشوفوا. غادي ندير كاع حتى الجوانب هكا، وباش يجي البلاط تاعي يجي يعني يجي السمك تاعه ولا الارتفاع تاعه يجي مقبول يعني شباب. كما راكم تشوفوا ما غاديش نعاود نضاعف نزيد ندير البطاطا ونعاود ندير طبقه، يعني ندوبلي الطبقات، لا غادي ندير غير طبقه بطاطا، طبقه جلبان، والطبقه تاع الدجاج اللي طابلي في الجلبان، في المرقه تاع الجلبان غادي نديره نفته ونديره من الفوق، ومن بعد ندير هذيك المرقه بلا ما نسرع بلا ما نحرق المراحل حتى تشوفوا في لا فيديو. الوغ كيما راكم تشوفوا بما انكم وصلتوا هنا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله تكونوا بخير في هذا رمضان بصحه جيده وعافيه، وان شاء الله تكونوا نوعتوا لوليداتكم وحبابكم الوصفات، كاش عرضات كاش هديه البنات. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم من احبابنا وحبابكم ان شاء الله، ويشافي مرضاكم ان شاء الله يا ربي. الوغ البنات كما راكم تشوفوا الطبقه الثالثه كانت قطعه تاع الدجاج، يعني ديك الدجاج طرف تاع الدجاج ولا اي حاجه درتيها، درتي جناح، درتي اي حاجه فتيها من الفوق. الطبقه الثالثه عفوا تكون قطع تاع الدجاج كما راكم تشوفوا. نجيبوا هذيك المرقه تاعنا اللي خليتها تعقد يعني تقريبا حتى بغى ينشف شويه، باش ما نكثروش المرقه في البلاط تاعنا، يعني كل شيء راه طايب خاصها غير ينشف ويحمر من الفوق، يعني يدير هذاك اللون الذهبي وصايب. نجيبوا المرقه تاعنا غادي نديروا فيها شويه معnuس. المعنوس انا تاعي راني مقطعاته قطع، يعني دارته قطع صغيره، مفوتتها في الاشواغ ودارتها في الكونجيلاتور باش يكون واجد، يعني كي تخليه في الفريجدان تحت كي يطول يومين 3 ايام صاي يخسر وانتي كاع تنسيه. من الاحسن ديريه في الكونجيلاتور وتستعمليه الوقت اللي احتاجيتي. الوغ بالنسبه للبيض غادي ندير غير 2 حبات لانه البلاط تاعي صغير، قلت لكم يكفي 4 افراد ولا 5 كما راكم تشوفوا. الا كانوا افراد الاسره يعني عدد كبير ما شاء الله ضاعفي الكميه، ديري 4 بيضات، ديري كيما بغيتي. بالنسبه للفرماج درت موندور بذوق شيدار، يعني من احسن الاجبان صراحه اللي استعملناه هذا رمضان الحمد لله، يعني شباب وبنين ويجي يعني يجي صراحه يجي بنين في الماكله. كما راكم تشوفوا ما غاديش نضيف لا ملح لا ايبيس لا، ما غادي نضيف حتى حاجه، ما غادي ندير لا فلفل اسود لا ما نزيد حتى حاجه، لانه صراحه المرقه تاعي ديجا راه فيها كاع لي زيبيس، راه فيها كل شيء، ما غادي ندير لها حتى حاجه. ولا الفرماج تاني بطبيعه الحال يجي شويه مالح، ما نزيدوش الملح باش نستحفظوا شويه تاني على الصحه. كما راكم تشوفوا البنات هنايا ضربت مليح هذوك 2 بيضات شويه فرماج، درت المعنوس كما قلت لكم، وغادي نمرق البلاط تاعي، غادي ندير المرقه تاعي كما راكم تشوفوا. هذا المرق نخلطه مليح 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 مليح
مليح ونديره من الفوق ونزيد الفرomاج غابي من الفوق ونطيبوه من الاسفل ومن الاعلى نخلوه حتى ينشف. ينشف من الاسفل ونشعلو عليه من الفوق حتى يدير هذاك اللون الذهبي. يجي بنين صراحه. يعني كي تكرهي كي تعيي من الوصفات تقعدي غير جلبان مارغريت على جلبان مارغا تحطيها يعني طاجين ولا بدلي شويه بدلي لهم غير الماركه تاعها ورديها بلا. صراحه يجي بنين يجي صراحه يجي بنين ويجي اقتصادي سهل ماهل ويوجد يعني في اقصر يعني يوجد في وقت قصير. ما تخافيش ما تقلقيش ما تقوليش باللي غادي يقعد يشد لي يدي ولا يعني صراحه. هذه هي نتمنى ينال اعجابكم وتخلوا لنا كومونتير شباب. غادي نديرها في الفرن البنات كما راكم تشوفوا درت كاع هذيك المرقه من الفوق والفرomاج قاعد لي في الاسفل. تبغوا ديروا ما بين الطبقات الفرomاج ثاني ديروا ما بين الطبقات وانا بغيت نديرها من الفوق هكا باش كي نحمرها من الفوق يدير لي هذاك اللون الشباب. هذه هي البنات. الوغ ما تنسوش تخلوا لي كومونتير تبارطاجوا لا فيديو اللي عجبكم مع حباباتكم وديروا لي اشتراك. هاد لا فيديو يطلع شويه وتخلوا لي تعليق الشباب كيما قلوبكم ان شاء الله. وسمحوا لنا على هاد الليله شهيتكم حقكم في الجنه. وسمحوا لنا على هاد المنظر. ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا والعافيه وطول العمر. ما تروحوش بعيد حتى نقطعوا الكغاتا مع بعض حتى نطيبوه مع بعض ونقطعوه مع بعض نقدموه لصحاب الدار ان شاء الله ياكلوه بالصحه والهنا والعافيه وطول العمر ان شاء الله. وانتم ثاني مره على مره تدخلوا على القناه تاعي تشوفوا الوصفات الاقتصاديه ان شاء الله تنال اعجابكم. الوغ البنات البلا تاعنا راه واجد باش يدخل للفرن. ندخلوه للفرن نعاودو نرجع لكم. عاود رجعت لكم البنات بعد ما تحمر البلا تاعي ولا الكغاتان تاعي اللي وجدته كما راكم تشوفوا. بعد ما نشف هذيك المرقه نشفت كامل من الاسفل شعلته من الفوق ودار هذاك اللون الذهبي تاعها ما زدت له لا زبده من الفوق لا والو. كاين دي كغاتان هكا تزيدي لهم هكا شويه زبده باش يدير هذاك اللون الذهبي. ولكن الفرomاج من هذا الفرماج كما قلت لكم درته من الفوق درت فرomاج غابي يعني صراحه جا اللون تاعه شباب بزاف يعني من الصوره راه يبان كما راكم تشوفوا. غادي نقطعه قدامكم ويعني الاذان راه قريب ان شاء الله. الوغ الا جربتوه تاكلوه بالصحه والهنا والعافيه وطول العمر ان شاء الله. لا فيديو ينال اعجابكم وتخلوا لي تعليق شباب كيما قلوبكم. الوغ البنات كما راكم تشوفوا غادي نقطعه قدامكم ونقدمه لكم في طبق التقديم كيما نقولوا. هذه هي وصراحه جا بنين بزاف. في عوض ما ديري يعني المرقه كل يوم ولا ديري هذاك الطاجين كل يوم صحاب الدار باش ما يملوش وما يكرهوش من الروتين تبدلي شويه خطره ديري غير داك الطاجين تاعك وديريه كغاتا يعني تنوعي وتشكلي حاجه اقتصاديه سريعه سيرتو حاجه سريعه التحضير. ما تقعديش يعني كاع النهار وانت واقفه في الكوزينه تقعدي كاع النهار وانت يعني شهر رمضان نبروفيتو يعني الصراحه نبروفيتو في العباده اكثر من الطياب. هذه هي البنات ان شاء الله نتمنى ينال اعجابكم كما راكم تشوفوا في لا فيديو. شوفوا تبارك الله دوك الطبقات جاو مصورين صراحه جاو طبقه على طبقه ما شاء الله تبارك الله. والذوق يا سلام شنو نقول لكم يا البنات. نتمنى كاع تجربوه وتخلوا لي كومونتير شباب. بلا ما نطول عليكم تهلوا في رواحكم صحه فطوركم صحه سحوركم والسلام عليكم.